انك مش تمام، حاسس انك مش امام، مش هشام مش عصام، ظابط ومش لاقيلها اللي يمسك اللجام. مش كل حد يجي يقولك تسمع الكلام، فكر وحكم رايك، اوزن الامور يا مان. كاتب حوالينا الفوضى وجدد في الامور امور، فكره جت في دماغنا قلنا مش معقول، لازم نعمل حاجه يبقى شكلها كول. دخلنا وسط الثوره وعملنا لوكيشن، قلنا لازم يبقى فور سيفيلايزيشن. جينا نقول كلام تمام مش اي حاجه والسلام. ستاند اب ستاند اب، كلام معقول معقول، موزون موزون، مليان وفي التمام. ستاند اب ستاند اب، اعي في دماغك كل حاجه قبل ما تقول، وسيبك من اللي اتقال لو مش معقول. لو وقفنا جنب بعض، لو عرفنا نحب بعض. ستاند اب ستاند اب، لو وقفنا جنب بعض، لو عرفنا نحب بعض. ستاند اب ستاند اب ستاند اب. مساء الخير يا جماعه. معانا ولاعه سخان، مش هقول لك ب4 ولا هقول لك ب3 ولا هقول لك ب2. كل من صلى على النبي وحط ايديه في جيبه وطلع جنيه خد مني ولاعه. لا انا مش ببيع يا جماعه، مش ببيع، ده انا بعمل اعلان من نفسي. كل بلد بتعمل اعلانات. تفتح التلفزيون دلوقتي تلاقي 2 بدقون، واحد الشيخ محمد وواحد الشيخ محمود، يقول له وبيعملوا اعلان موبايلات، يقول له ما تقول لي يا شيخ محمد مفاجاه اعلاننا النهارده. يقول له لا يا شيخ محمود خليها لاخر الاعلان. يقول له يا شيخ محمد شوق الناس. يقول له طالما احرجتني مع الناس هقول لهم مفاجاه الاعلان النهارده ان الموبايل ده مزود بخاصيه اظهار رقم الطالب. والله موبايل حديث، وكمان بيسجل 100 رقم. ايوه بيسجل 100 رقم، وتقعد تيجي على الشاشه 100 رقم ويقول لك ليه الموبايل ده مزود بطفايه حريق. ليه؟ حد يقول لي ليه؟ لان الموبايل ده بيتحرق بعد 3 ايام، ما هو صيني. بدل ما يفجر في البيت ولا يعمل لنا قلبان، ليه؟ احنا معانا طفايتنا والامان. فاصل تلاقي الشيخ محمد والشيخ محمود بدلوا الدقون مع بعض، وده بقى اسمه محمد وده بقى اسمه محمود. قال ليه ما عرفتهمش انا كده يعني؟ قال ليه وعاملين لي اعلان لحاف الثوره. يقول لك اللحاف ده مش بس للغطا، اللحاف ده للوطنيه. عايز تعارض مبارك انزل الميدان وخد معاك لحاف الثوره. لحاف الثوره غطا مظاهرات تحرير. يا جدعان الاعلانات اللي انتوا بتعملوها دي، والله بيعملوا اي اعلانات بتتعمل. والله لو كلكم واعلانات المسحوق. من يوم ما اتولدت المسحوق ما بيتغيرش، اسمه هو بس بيغيروا عليه الخواص بتاعته. يقول لك المسحوق ده بالكرات الزرقاء اللي بيفرتك الدهون، المسحوق ده بالحبيبات الخضراء اللي بيسيح الدهون، المسحوق ده بالخطوط الصفراء اللي بتولع الدهون. يقول لك المسحوق ده بالمثلثات الحمراء اللي بنضحك بيها على الدهون. والله احنا تعبنا يا جدعان، احنا جداد في السوق. لا انا ابويا بقال وعارف، مش هيضحكوا علينا يعني، ده احنا استوينا. والله. لا ويجي بعد كل ده بس مين بقى؟ عندي جارتي ام علاء ما تسكتش، تيجي جايبه المسحوق وتجيب علاء وتجيب ابوه وتدلق على ده بقعه قهوه وعلى ده بقعه قهوه، وتغسل علاء وتغسل ابوه بالمسحوق. علاء ينضف وابوه يطلقها، ما طبعا. والله دلق عليه قهوه، ده لو عملتها معاه شوه وشها. ايه اللي دلق قهوه؟ مفيش بعدها تلاقي يا سيدي اعلان عليه يقول لك شامبو بخاصيه النانو، عليه تكنولوجيا النانو. واحد يقول له لا دي تكنولوجيا النانو، قال يعني المشكله في التشكيل، ولا ده عارف يعني ايه نانو ولا ده عارف يعني ايه نانو. ام علاء تسكت؟ لا، تجيب الشامبو وتجيب علاء وتجيب ابوه، تغسل علاء وتغسل ابوه، علاء ينتعش وابوه يرجعها. والله صلحته بالنانو. النانو ده اصل هو يعني جابت له الغالي، مش هينفع يكسفها. المهم ايه، الواد علاء من كتر تجارب امه ما بيذاكرش، فجأة جاب 70%. قال لأمه بص ياما أنا أخش أكاديمية توحة. قالت له يا ابني طب وافرض صيت؟ قال لا إذا لا قدر الله لم أتجاوز المرحلة الأولى ستعاد الثانية مجانا أكاديمية توحة. إيه يا ابني؟ إعلانات لحست مخك ولا إيه؟ والله أي كلام بيتقال والله. لا وكلكم ويجي يقول لك بقى الإعلانات اللي هي نص ساعة دي، الإعلانات اللي فيها بركة كده تقعد ولا مسلسل. يجي يقول لك إحنا النهارده معانا طقم 200 قطعة وهنشرحهم قطعة قطعة. يا لهوي ياما تشرح قطعة قطعة. يجي يقول لك الكوباية دي ممكن تشرب فيها قهوة، ولو غسلتها ممكن تشرب فيها شاي. بجد والله دي كوباية حديثة جدا. والله يقول لك وكل ده بكام؟ ب 499 جنيه بس. ما تقول 500 هتكفروا. قال يعني هو الجنيه ده العرض اللي نازل لنا؟ والله بيعملوا حاجات تجنن. لا ولا يجي لك تاني يقول لك ايه؟ الناس اللي اعلانات المسابقات دي بتموتني ضحك. يجي يقول لك ابعت رساله فاضيه من اي محمول لاي محمول. ما هي فاضيه مش تفرق تروح لمين. والله ابعتها لاي رقم هتفرق معانا. يقول لك وجاوب على سؤال حلقتنا. السؤال: قام الممثل نور الشريف ببطوله مسلسل 1 الدالي، 2 العالي، 3 الغالي. اتصل واحد بلدياتنا يقول لك ايه؟ انا عرفت الاجابه، لن اعيش في جلباب ابي.
يا حاج عيب عيب وتزعلوا لما نقول نكت عليكم. يقعد يقول لك بيقولوا نكت ليه؟ ما احنا بسم الله ما شاء الله جهابزه. والله يقعد يقول لك الابنودي مننا، مش عايزين نخبط في حد. المهم تلاقي الاعلانات دي ما بتخلص، وسلسله بقى من الاعلانات، وخد مش عارف عندك ايه ولا طقم الحلل. يا لهوي، يقول لك الحله دي غير ان انت ممكن تعمل فيها رز، ده ليها غطا. اي والله ليها غطا، عشان انا عارف جوزك يخش ياخد كده ولا الغطا بيلزق ما بيطلعش. والله اهو برضو ايه، ام علاء تسكت؟ لا سكتت المره دي. ام علاء فاضيه، ضيعت فلوسها خلاص. والله ست مش فاضيه تقعد كل شويه تعمل لنا اعلانات وبتاع. والله الاعلان اللي بيتعمل بحماس لازم نسمعه بحماس، حتى لو بيبيعوا مع السلة بطاطا. والله اديكوا سمعتوا وشفتوا ولا قاعدين والسلام؟ يا رب تكون الناس عرفت وفهمت الكلام. قلنا لازم نعمل حاجه لاولادنا القدام، حاجه تبين وتقول مين المسؤول. حد زعلان مننا؟ ده مش معقول. ما فوضى جوه الشارع، جوه الشغل، جوه البيت، مش عارفين نتنفس في الزحمه. انا مليت، خايفين نواجه نفسنا بكل السقطات، فكل واحد مننا مليان غلطات. خلص الكلام اوام ليا وليك ولغيرك، وادينا قايمين سايبينك لضميرك. يلا يلا ستاند اب، يلا نغير، نقف جنب جنب بعض ونتغير. ايد عليك تساعد مش مستاهله، بكره مصر بيك وبينا تبقى احلى. جينا نقول حبة كلمات، حياتنا مليانة سلبيات. ستاند اب ستاند اب، جوه حياتنا وثبتناها، صبح وليل عايشين جواها. ستاند اب ستاند اب، اي كلام يتقال بحماس لازم يتسمع بحماس، حتى لو كان مع